بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل التحضير بحل بكالوريا تجريبي لإحدى المؤسسات. نحل الآن تمرين حول التركيب الضوئي استرجاع معارف. المقدمة أو السياق: تتميز الكائنات الحية ذاتية التغذية بقدرتها على تحويل طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية، إلا أنه هناك بعض المواد الكيميائية مثل الDMP توقف هذه الخاصية فيؤدي إلى موت النبات. ولمعرفة تأثير مادة الDMP على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة نقترح أو تقدم لك الوثيقة المساعدة التالية. يطلب السؤال: حدد العلاقة بين المرحلة الكيميوضوئية والكيميوحيوية. طبعا العلاقة بين المرحلة الكيميوضوئية والكيميوحيوية هي علاقة تكامل وظيفي. تكامل وظيفي بمعنى أن الحشوة تحتاج إلى الكويس والكويس يحتاج إلى الحشوة، يكملوا بعضهم. كيف؟ نواتج المرحلة الكيميوضوئية، وهي لا نشرح يا أبنائي لأن الشرح تاع المرحلة الضوئية والكيميوحيوية يتم في النص العلمي، لذلك هنا في الجواب الأول يكون مختصر. إذن نواتج المرحلة الكيميوضوئية وهي الATP والناقل المرجع تستعمل في تثبيت أو إرجاع CO2 وتركيب جزيئات عضوية. والحشوة ماذا تقدم للكويس؟ إذن والحشوة أو المرحلة الكيميوحيوية تجدد الADP والPE، والناقل المؤكسد NADP بلس لاستمرار المرحلة الكيميوضوئية. إذن ماذا نلاحظ يا أبنائي؟ أن الحشوة تحتاج للكويس، تحتاج في الATP والناقل المرجع، والكويس يحتاج للحشوة في الADP والPE والناقل المؤكسد. إذن هناك تكامل وظيفي. الآن في نص علمي يوضح آلية تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية، مبرزا تأثير الDMP عليها باستغلالك الوثيقة ومكتسباتك. أبنائي، نبدأ بالمقدمة. المقدمة ممكن يأخذها التلميذ من السياق. إذن النباتات الخضراء هي نباتات ذاتية التغذية، لها القدرة على تحويل طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في روابط المادة العضوية، والعملية تتم في خطوتين: الخطوة الأولى على مستوى الكويس، الخطوة الثانية على مستوى الحشوة. فكيف تتم هذه الآلية؟ وما هو تأثير مادة الDMP على هذه الظاهرة المحولة للطاقة؟ نبدأ. إذن أبنائي، لدي مشكلتين: المشكلة الأولى شرح آلية تحويل الطاقة، والثانية شرح تأثير مادة الDMP. إذن نبدأ. آلية التركيب الضوئي تتم في الخطوة الأولى وهي المرحلة الكيميوضوئية. نعرفوها، هي عبارة عن تفاعلات كيميائية مقرها الثيلاكويد، تحتاج شروط حدوثها. الشرط الأول هو الضوء. أبنائي، سميت مرحلة كيميوضوئية نسبة إلى شرط حدوثها. تحتاج أيضا إلى الADP والPE، وتحتاج إلى ناقل مؤكسد. في وجود الضوء تتأكسد الأنظمة الضوئية PS2 والPS1، تفقد إلكترونات عالية الطاقة. الإلكترونات تنتقل محررة طاقة، جزء من الطاقة يستعمل في ضخ H+ عبر المضخة T2. الإلكترونات يفقدها PS2، يعوضها من أكسدة الماء بتدخل إنزيم أكسدة الماء، علما أن PS2 عبارة عن أصبغة زائد بروتين معقد. من بين هذه البروتينات الموجودة في PS2 هو إنزيم أكسدة الماء. لاستمرار عمل PS2 لازم يعوض الإلكترونات من أكسدة الماء. أكسدة الماء تنتج أكسجين ينطلق إلى الجو، وبروتونات
إلى جانب البروتونات التي تم ضخها بالنقل الفعال عبر المضخة T2. يتراكم ال H+ في تجويف الكويس محدثا فارق في الPH. pH التجويف حامضي أو تركيز ال H+ مرتفع. أبنائي، نقول فارق في الPH أو نقول فارق في تدرج ال H+، بحيث تركيز ال H+ مرتفع في التجويف ومنخفض في الحشوة. هذا الفارق هو الذي يؤدي إلى ضخها أو خروجها عبر الكرية المذنبة، وبالتحديد مع الجزء F0. F0 هي القناة مايز. إذن يتم ضخها ما ينشط الجزء الكروي F1 وهو إنزيم الATP سينتاز على فسفرة الADP انطلاقا من الADP والPE الموجودة في الحشوة. إذن ADP زائد PE تعطينا ATP. هذا على مستوى الكرية المذنبة يتم تشكيل ATP. ما مصير الإلكترونات والبروتونات في نهاية سلسلة النقل؟ الإلكترونات والبروتونات في نهاية سلسلة النقل ترجع المستقبل النهائي ناد P+ إلى ناد PHH+. نواتج المرحلة الكيميوضوئية تستعملها في المرحلة الثانية وهي المرحلة الكيميوحيوية. المطلوب يا أبنائي، ما دام يطلب آلية تحويل الطاقة، إذن مطلوب منا نشرح دورة كالفن تعريفها، وهي إرجاع أو تثبيت CO2 سداسي. لازم التلميذ في الشرح يتعرض إلى تثبيت 6 CO2. تثبيت 6 جزيئات من CO2 على 6 RDP يعطيني 12 APG. 12 APG تتحول إلى ماذا؟ إلى 12 PGAL. هنا باستعمال ATP وباستعمال الناقل المرجع صافي الأبيجي نديروا له فسفرة يعطيني الأداي بيجي نديروا له إرجاع مقابل أكسدة النات PHH+ يعطيني 12 PGAL فوسفوغليسرالديد، وهي سكريات ثلاثية. هذه 12 السكريات الثلاثية، 2 بالمرتها تعطيني جلوكوز، و10 تستعمل في تجديد المستقبل باستعمال ATP. عملية تجديد ضرورية لاستمرار حدوث حلقة كالفن. الآن تأثير مادة الDMP. مادة الDMP نلاحظ أنها تنفذ إلى تجويف الكويس، حيث الPH في تجويف الكويس منخفض، يعني تركيز الH+ مرتفع. ففي هذا التركيز المرتفع ترتبط DMP بالH، يعني حدث لها عملية إرجاع، ثم يخرج DMP. أثناء خروجه يحرر الH+. إذن من المفروض خروج الH+ لا يتم إلا عبر الكريات المذنبة فقط. لذلك نقول أن غشاء الثيلاكويد غير نفوذ الH+ إلا عبر الكريات المذنبة، لكي لا تضيع الطاقة المقتنصة من طرف اليخذور بل تستغل في تشكيل الATP. لكن في وجود الDMP أصبح الغشاء نفوذ يسمح بخروج الH+ عن طريق ارتباطها بالDMP. إذن خروج الH من أماكن غير الكريات المذنبة لا يحفز الكريات المذنبة، معناتها لا يتشكل ATP. لما ما يتشكلش ATP رغم الأكسدة اليخذور وأكسدة الماء لا يتشكل ATP. ونعلم يا أبنائي أن الATP ضرورية لتشكيل الجزيئات العضوية، فلا يتم تحويل الطاقة. لا ننسى أن الطاقة الضوئية تحولت إلى طاقة كامنة في الناد
HH+ والATP. أبناء الATP والناط PHH تعتبر مواد طاقوية. صافي كاين تحويل ازدواجية طاقوية ضوئية كيميائية، وفي المرحلة الكيميائية تتحول من طاقة كيميائية إلى طاقة كيميائية. إذن الطاقة تضيع ولا يتشكل ATP. لما ما يتشكلش ATP معناتها لا يتم تركيب المادة العضوية ولا تحدث حلقة كالفن، مما يؤدي إلى موت النباتات، لأن ليس لها مادة عضوية التي تستعملها كمصدر طاقة لنشاطاتها الحيوية. الخاتمة تكون استنتاج أو جواب مختصر فقط أن التركيب آلية تحويل الطاقة تكون في مرحلتين: مرحلة كيميوضوئية على مستوى الكياس، مرحلة كيميوحيوية على مستوى الحشوة. إلا أن هذا التحويل يتم تثبيطه بتدخل جزيئات نعتبرها سامة مثل DMP الذي يوقف تركيب الATP، وبالتالي يتوقف تركيب الجزيئات العضوية. وشكرا.